السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 في البرلمان الجزائري، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا القانون من خلال هاشتاغ قانون المالية، وكثير من الجزائريين تساءلوا حول هذه الإجراءات. طبعا أهم خلاف حول موازنة 2018 في الجزائر كانت بشأن إلغاء الضريبة على الثروة. حكومة أحمد أويحيى تقول إن هناك صعوبات إدارية وتقنية لا تسمح بحصر ممتلكات الأشخاص وثرواتهم بالشكل الذي تتطلب هذه الضريبة، حيث قال نواب المعارضة أن إلغاء هذه الضريبة يصب في مصلحة أصحاب المال الفاسد. صحيفة الشروق الجزائرية فندت ذلك في تقرير لها وتقول بأنه يوجد ما لا يقل عن 24 ألف مليونير في الجزائر يمثلون الطبقة البرجوازية الصغيرة، بياناتهم وثرواتهم كلها معروفة لدى وزارة المالية. وذهب البعض إلى القول أن المليونير علي حداد الذي يشغل منصب رئيس منتدى أرباب العمل. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 في البرلمان الجزائري، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا القانون من خلال هاشتاغ قانون المالية، وكثير من الجزائريين تساءلوا حول هذه الإجراءات. طبعا أهم خلاف حول موازنة 2018 في الجزائر كانت بشأن إلغاء الضريبة على الثروة. حكومة أحمد أويحيى تقول إن هناك صعوبات إدارية وتقنية لا تسمح بحصر ممتلكات الأشخاص وثرواتهم بالشكل الذي تتطلب هذه الضريبة، حيث قال نواب المعارضة أن إلغاء هذه الضريبة يصب في مصلحة أصحاب المال الفاسد. صحيفة الشروق الجزائرية فندت ذلك في تقرير لها وتقول بأنه يوجد ما لا يقل عن 24 ألف مليونير في الجزائر يمثلون الطبقة البرجوازية الصغيرة، بياناتهم وثرواتهم كلها معروفة لدى وزارة المالية. وذهب البعض إلى القول أن المليونير علي حداد الذي يشغل منصب رئيس منتدى أرباب العمل، وهي إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، مارس ضغوطات على الحكومة لإلغاء هذه الضريبة. ولم تمر تلك الاتهامات مرور الكرام على وزارة المالية الجزائرية، فقد رد الوزير عبد الرحمن راوية على ذلك في مؤتمر صحفي بالقول: حذف المادة 12 من قانون المالية المتعلقة بالضريبة على الثروة اتخذه المجلس التشريعي ولا علاقة له بأي ضغط من قبل أي جهة. من جهتها نددت لويزا حنون رئيسة حزب العمال بما ورد في قانون المالية قائلة. لويزا تقول: السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 في البرلمان الجزائري، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا القانون من خلال هاشتاغ قانون المالية، وكثير من الجزائريين تساءلوا حول هذه الإجراءات. طبعا أهم خلاف حول موازنة 2018 في الجزائر كانت بشأن إلغاء الضريبة على الثروة.
حكومة أحمد أويحيى تقول إن هناك صعوبات إدارية وتقنية لا تسمح بحصر ممتلكات الأشخاص وثرواتهم بالشكل الذي تتطلب هذه الضريبة، حيث قال نواب المعارضة أن إلغاء هذه الضريبة يصب في مصلحة أصحاب المال الفاسد. صحيفة الشروق الجزائرية فندت ذلك في تقرير لها وتقول بأنه يوجد ما لا يقل عن 24 ألف مليونير في الجزائر يمثلون الطبقة البرجوازية الصغيرة، بياناتهم وثرواتهم كلها معروفة لدى وزارة المالية. وذهب البعض إلى القول أن المليونير علي حداد الذي يشغل منصب رئيس منتدى أرباب العمل وهي إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة مارس ضغوطات على الحكومة لإلغاء هذه الضريبة. ولم تمر تلك الاتهامات مرور الكرام على وزارة المالية الجزائرية، فقد رد الوزير عبد الرحمن راوية على ذلك في مؤتمر صحفي بالقول: حذف المادة 12 من قانون المالية المتعلقة بالضريبة على الثروة اتخذه المجلس التشريعي ولا علاقة له بأي ضغط من قبل أي جهة. من جهتها نددت لويزا حنون رئيسة حزب العمال بما ورد في قانون المالية قائلة: لويزا تقول التضحيات لابد أن تتساوى بين جميع الأفراد والفئات، وفئة الأثرياء لابد أن تؤدي دورا إيجابيا في التضامن الوطني. لكن هناك كثير من التشاؤم ساد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المخاوف من رفع الأسعار وعجز الميزانية ونفاذ الاحتياطي. كل ذلك انعكس في تغريدات مثلا لعلي داود يقول: قانون المالية 2017 حجة باطلة لتدمير الجزائر. فاطمة محمد فنيش تعلقت قانون المالية 2018 البسطاء والأثرياء. شديد شاهدنا أو سجلنا مثلا أن السلطات العمومية في الجزائر حاولت استقطاب الرساميل التي يتم تداولها في الدوائر غير الرسمية خارج دائرة البنوك وخارج دائرة الرقابة الضريبية عن طريق إجراءين. الإجراء الأول كان الإجراء ما يسمى بالالتزام الضريبي، وعرف إخفاقا كبيرا، لم تسجل سوى مبالغ ضئيلة جدا و25 عملية فقط باعتراف وزارة المالية، وكذلك عن طريق القرض السندي الذي لم يسجل بدوره مبالغ كبيرة، على الرغم من أن أيضا الحكومة أعلنت عن استقطاب ما لا يقل عن 5 ملايير دولار، لكن في الواقع أعيد مراجعة هذه القيمة بأدنى قيمة مقارنة بما تم الإعلان عنه في بداية الأمر. حفيظ سواليلي، شكرا جزيلا.